السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هتبقى فريدة من نوعها. حلقة النهاردة هنتكلم عن الشواطئ والأطفال والناس اللي بتاخد أولادها وبتصيف في اسكندرية. حلقة النهاردة هنتكلم عن العري وعن الخلاعة اللي بتحصل من بعض الناس، أنا ما قلتش كل الناس. العري والفسق اللي بيحصل على شواطئ زي شاطئ اسكندرية وفي الساحل الشمالي ومارينا وما شابه ذلك. مش عاوز اطول عليكم وعاوز تعرف الحكايه، تعال اتفرج معايا على الفيديو ده ونرجع تاني ليك. شفتوا الفيديو كويس؟ تعالى بقى اقول لك القصه فين. من قيمه يومين تقريبا او 3 كانوا اطفال صغيره لا يتجاوز سنهم على 15 سنه او 12 سنه 10 سنين بينزلوا البحر وبيفرحوا. حصل مد وجزر في مياه بحر اسكندريه، فالميه سحبت الاولاد كلها فماتوا كلهم جميعا. فيا ريت رجاء، يعني رجاء، اي ام اي اب اي اسره واخده معاها اولادها تخلي باله منها. ويا ريت يعني بلاش لبس الخليع، يا ريت نحترم بعض ونحترم المكان اللي احنا فيه. ويا ريت كمان يعني القصه اللي حصلت ان كان معاهم خمور وكان معاهم حشيش وكان معاهم مخدرات في البحر. ازاي؟ وفين انت يا ام وانت يا اب اللي سبت ابنك يشرب سجاير، او سبت ابنك يشرب مخدرات، او سبت ابنك يشرب كحوليات وويسك وبير على شط اسكندريه؟ انت راح تتفسح، يا عالم ترجع او ما ترجعش، انت ماشي على طريق. ازاي يسيب ابنك؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حصل مد وجزر في مياه احد الشطوط في اسكندريه، فسحب الاولاد كلهم ماتوا اكتر من 11 طفل او 11 شاب. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتغمدهم برحمته وان يحتسبهم عند الله شهداء. اللي انا عاوز اقوله والنصيحه اللي عاوز اقدمها لكل ام لكل اب لكل اسره راح تتفسح انت وابنك، عينك على ابنك، نزله البحر وعينك عليه، لعل وعسى يحصل اي حاجه مفاجاه، اي حاجه تشابه، مثلا يجي لك شد عضل في وسط البحر، تلحق ابنك بسرعه، لان موت الغرق دي موته وحشه. موتة الغرق دي موته وحشه، عافانا الله منها. ويا ريت كل اب وكل ام تخلي بالها من ابنها وتشوف هو معاه ايه في شنطته من مخدرات ومن حشيش ومن كحوليات بيره وويسكي وما شابه ذلك. اتقوا الله، اتقوا الله في اولادكم، اتقوا الله في اولادكم. كل طفل مات وكل شاب مات في معصيه سيبعث على هذه المعصيه، وكل شاب مات او كل طفل مات او كل اي حد مات على حسنه او على حسن خاتمه سيبعث وهو بيصلي وهو بصوم وهو بيسجد وهو رايح المسجد. كل واحد يبعث على نيته. مش هطول عليكم، بس رجاء كل ام وكل اب وكل اسره جميعا لتاني مره بقول خلي بالكم من اولادكم. الاولاد دول هم المستقبل وهم حياتنا.
فيا ريت تخلي بالكم من اولادكم وما تخليهمش ما يخليهمش يمشوا مع اصدقاء سوء، لان الصاحب ساحب. الصاحب ايه؟ الصاحب ساحب. الصاحب ممكن ياخده يخليه يشرب مخدرات وهو ما يكونش يعرف كل حاجه. عينك على ابنك يا امي، عينك على ابنك يا عم الحاج، يا اللي انت خدت اسرتك ومكلف وعاوز تفرح وتفرح اولادك وقعدتهم على البحر. عينك عليه ما تسيبهوش، تبقى انت قاعد كده قدامك وهو انت شايفه بيتفسح قدامك. عينك عليه، خليك رقيب عليه. وكما قلت في الاول برضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مش هطول عليكم، اسال الله رب العرش العظيم ان يستر ويهدي اولادنا جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.